يا برج الجوزاء، لو انت فاكر ان كده الحكاية انتهت فحب اقولك انك غلطان. لان وجود عندك اهوت خيبة امل وندم من شخص كنت مفكره ان هو اقرب شخص ليك. شخص كان بالنسبة لك حبيبك وكل حاجة وكل ما تملك في الدنيا، لكن في الأسف باعك وسابك وخلاك في حيرة وندم شداد جدا جدا جدا، لدرجة ان انت اصلا دماغك وقفت وما بقتش عارف تفكر، ما بقتش عارف تهرب من العلاقة ديت ازاي. كمان يخليني اقول لك ان الشخص دوت كان بيخدعك، كان بيكذب عليك، كان بيلعب من وراك، ما كانش سالك معاك اصلا. يعني الندم اللي انت فيه دوت، يعني زي ما انا ما شايف كده ان الشخص ما يستاهلش اصلا الندم اللي انت فيه في الوقت الحالي. ده شخص كان كذاب بمعنى كلمة كذاب، شخص كان مخادع، شخص كان بيلعب من وراك، شخص ما كانش اصلا صادق معاك ولا صادق بوجوده معاك. فليه النهايات بتاعتك تكون بالشكل دوت؟ مش عارف. خلاك تسأل نفسك بدل السؤال ألف سؤال وتفكيرك بقى واقف. ليه بتعمل معايا كده؟ ليه اخترتني انا بالذات وفي الاخر تغدر بيا وتبيعني، ولكن ما عندكش اجابه للاسئله دي كلها. لكن خليني اقول لك استعد لفرص جديده، لان هيحصل مواجهه ما بينك وما بين الشخص دوت. وللاسف انت هتعرف حقيقه الشخص دوت وانت اللي هتقرر انك تبعد عنه خالص. لان هتعرف ان حقيقته اصلا ما تتعايشش معاك. هتعرف ان خداعه وكذبه عليك ما يستهلكش. فبالتالي انت هتفكر ان انت اللي تبعد مش هو اللي يبعد. هترجعها هو اللي يندم مش انت اللي هتندم. بس للاسف ندمه هيكون متاخر، لانك هتكون واخد القرار ان هو خلاص خرج من حياتك نهائي، مش هتفكر بعودته من تاني. كمان هيكون عندك بدايات جديدة في علاقات جديدة. شخص هيدخل حياتك وهيثبت وجوده. وخليني اقول لك ان انت كمان هتكون معجب بيه، وهيكون ما بينكم مرحلة ارتباط متكاملة. خليني اقول لك برضك ان العلاقة ديت هتنجح معاك لهدف ان انت هتكون اتعلمت من اخطائك في العلاقة القديمة، وهتحاول ان انت تصلح من نفسك فيها وفي نفس الوقت انت هتاخد شروط للعلاقة ديت علشان ما تبوظهاش من تاني او ما تندمش من تاني. خليني اقول لك ان كارت النصيحة بيقول لك اوعى تجري ورا اللي باعك يا جوزاء. ما تجريش ورا حد باعك، لانك انت مش محتاج انك تثبت قيمتك لحد ولا تثبت وجودك لحد. الجوزاء معروف ان هو طيب وحنين وبيحب الشخصية الحنينة اللي زيه. فاللي باعك بيعه وما تسألش عليه من تاني، وارمي حمورك ورا ظهرك وخد البشرة وقول يا رب.